طيب يلا ده طبعا كابتن. احتياطي الزمالك عادل مأمور، محمد سعيد، ناصر الدين ابراهيم، محمد طاهر. بتفوت يصلحها مصطفى عبده، حلوه خطيره. من ناحيه اليمين جول التعادل 2-2. الخطيب برجله اليمين 2-2 اهي. هيعيدها تاني. شوف الخطيب برجله اليمين جوه الجول. برافو حمامه. لو ما لعبش الكوره دي كان الخطيب لعبها في الجول. اتلعبت على طول والخطيب وعلى الارض جول جمال عبد الحميد. الجول الثالث جمال عبد الحميد. الجول الثالث 3-2 للخطيب وهيشوط. يا سلام برافو محمود الخطيب. جول. الجول الاولاني للنادي الاهلي. برافو. والخطيب لجمال عبد الحميد يصلح بدماغه ويشوط جمال عبد الحميد. يا سلام جول 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 جول. شوطه جميله وجول جميل من جمال عبد الحميد في المقص بالظبط. علاء ميهوب هو جول. الجول الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 44 من الشوط الثاني. علاء ميهوب هو جول. الجول الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 44 من الشوط الثاني. فات من الوقت. بكده اقدر اقول على الدقيقه اللي باقيه زائد الوقت الضايع ان في وقت اضافي مدته نص ساعه على شوطين. صح. مجدي عبد الغني توصل لمختار ماشي. تتلعب لزكريا نص برجل اليمين جامده. جول. الجول الاول للنادي الاهلي. الجول الاول للنادي الاهلي. بيجري بيها بسرعه بيستنى وبيمشي. لعبه عاليه حط جول. يا سلام. الجول الثالث للنادي الاهلي. اجوال جميله جدا مش قادر يصدق من النادي الاهلي من ناحيه اليمين. حكم ادى ضربه مرمى ورجع استشار المساعد بتاعه فادى له ضربه ركنيه. لعب عاليه هنشوف الكرة مرة ثانية. حسام حسن بيكملها جول. كرة هنشوفها مرة ثانية. علاء ميهوب لعبها. حسام حسن بيكملها. علاء احمد رجب يرجع احمد مصطفى عنده جول النادي الاهلي. جول الفوز 1-0. مصطفى عنده بيعدي وبيمشي وبيجيب الجول الاول. 1-0 يمكن اغلى جول. مصطفى عبده بيجيب جول النادي الاهلي في وقت قاتل من المباراه.
شوقي وطاهر. كورنر عالية ومجدي عبد الغني والحيطة وطاهر وكرة حلوة. جول يا خبر ابيض يا ابني اللي هي طاهر. مش ممكن والله. جنب الناس هنا بيقولوا جول. قنبلة على شمال محمد فتحي حط ايده جول وطالع بره المدرجات. يا خبر ابيض. طاهر ابو زيد مارادونا، او احنا بنقول سموه في مجلة الأونز مارادونا النيل. والحقيقة قنبلة زي ما بقول لكم. يا ترى الثمان دقايق دول هنشوف فيهم حاجة. وطاهر ابو زيد على طول يجيب جول النادي الاهلي في الدقيقة 40 بكرة من فاول. قنبلة رايحة في اخر الجول حطها طاهر ابو زيد ورجع وحط رجله. قال لها روحي مطرح ما بتروحي. كل مرة راحت اعمل لها ايه فتحي. صار معاها الراجل وحط ايده انما لبست في اخر الجول. طاهر ابو زيد يجيب الجول التاسع ليه طاهر ابو زيد الموسم ده، ويجيب للنادي الاهلي الجول 1200 لصالح الاهلي. 1-0 للصيف. وعفت نصار ونبيل وطاهر. اصبحت الفاولات في الحته دي زي البينالتي. وطاهر وبيشوط كوره حلوه وطاهر جول. مش ممكن. في الوقت القاتل طاهر ابو زيد يعيد اكتشاف نفسه ويحقق المكسب للنادي الاهلي في مشهد دراماتيكي غريب. لسه بقول لحضراتكم ان في مرحله المطبات الصعبه ما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف. وفينيكس بيلعبها يطلع على طول ورضا جول. رضا عبد العال. رضا عبد العال. كفاح كبير جدا النادي الجمهوريه بشبين. هنشوف الكوره مره ثانيه. رضا عبد العال على صدره شوطه جامده اهو. وشد اهو زي ما حضراتكم شايفين من احمد جمعه. شد لا ارادي واخذ الاذن ودخل هادي واحرز الهدف الثاني في الوقت القاتل من المباراه في الدقيقه 44. عشان تشوفوا حضراتكم اعلام النادي الاهلي ترتفع ويتقدم النادي الاهلي في 2-1 في الدقيقه 44 من الشوط الثاني. ابو الدهب ضربه حره غير مباشره وعاليه وهوبا. يا جول الله سمير كمونة في الوقت القاتل في الدقيقة 44 من الشوط الثاني من احدى كرات عابرات القارات. يلمسها سمير كمونة وهي في الهواء بدماغه تسقط من فوق هشام التاجر جوه الجول. الجول الاول للنادي الاهلي يحرزه سمير كمونة في الدقيقة 44 من الشوط الثاني من إحدى كرات عابرات القارات. والتسديدة مباغتة وهدف التعادل للنادي الأهلي. كانت كورة مباغتة جدا. اللوب يرفع الكورة بالحارس الزوبي. التوقيت 31 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني. فرحة كبيرة جدا في جماهير الأهلي وفي اللاعبين وبنك الفريق. 1-1 في الإعادة. سنستفيد من صاحب هدف التعادل وائل جمعة. يخرج الكرة ترجع من الدفاع وليد عزيز واظنه سيد عبد الحفيظ. هذه فرحة الجماهير المصرية والاهلاوية. وياسر بيلعبها على الارض امامية عند سيد عبد الحفيظ ويلم سيد لعلي ماهر ويلعبها لحسام وجول ال100 يا على الجول ده يا. الفترة اللي ظن فيها ان الوقت خلص بدأ يهدي لعبه. خطف محمود صبحي هدف التعادل. وادي كورة وسيد عبد الحفيظ
الجزء وهدف 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 الثالث. بقول لكم الثلاث دقايق ديت ممكن يحصل فيها اي حاجه من الفرقتين، وعملها سيد عبد الحفيظ في الوقت اللي استرخى فيه غزل المحله اللي ظن ان المباراه الخطوره اللي تبقى دائما من جانب فريق الاهلي والرياض على الجهه اليمنى. والتوزيع الدقيقه القائمه الثانيه الله لا والهدف لا والهدف. هدف كنت نقول بأنه المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، وفي أي لحظة من لحظات المباراة قادر الأهلي أو نصر حسنداي أنه يفتح باب التسجيل جدا التي تسمح له بالذهاب بعيدا في مثل هذه المنافسات. وهدف يسجل في الدقيقة 91 من المباراة، وكيفية جميلة جدا اللي سجل بها فريق الأهلي المصري الهدف الأول رغم أن الحارس أغلق المرمى كما ينبغي. هدف من إمضاء أسامة حسني في الدقيقة 91 من المباراة. بس نقول بأنه فريق نصر حسنداي هو كذلك. ويلعبها والله حلوة، لعبها حلوة عماد. واحد مع واحد وخطرة وبركات وجوه جول. جميل جدا يا بركات. شوف اتلعبت ازاي من خالد بيبو، عداها مفيش حد بقى تاني خالص اهو، مفيش حد مع بركات اهو، يلم ويدوس عليها ويخش جوه وينشنها في الزاويه البعيده في الدقيقه كام؟ 37. محمد بركات 1-0 للنادي الاهلي. شوف لعيبها خالد بيبو حلوه ازاي يا جماعه. الكوره اللي بالعرض تملي بقول لحضراتكم الطريق الاول. عماد متعب هوبا جول جوه الجول. عماد متعب الشوط الثاني على طول يروح يقابل جمهور النادي. قد تكون من الفرص الخطيره للنادي الاهلي لشوقي، وعرضيه جوه المنطقه ومصطفى كمال بينقذ وشوطه وجول ابو تريكه. يا في الوقت القاتل بقول لحضراتكم بيني وبينكم كان هيسبب اجهاد للاعبي النادي الاهلي قبل مباراه شبيبه القبائل. وادي الكوره عدت وابو تريكه حطها وصدها مصطفى كمال وقام ابو تريكه قريبين من بعض القرب الكفايه. حط هوب الله عليك يا حليديك، الله عليك يا حبيب والديك يا ابو تريكه يا ابو تريكه يا تريكه يا ابو تريكه. الله اشتباك فوق شعلل ولع. يا عيني عليك يا جميل، يا عيني عليك يا جميل المحيا. حلوه وادي التمريره الحراريه فلافيو ممكن. لعيب بمهاره الفنانين وروعه الثواني الاخيره. فلافيو قبل يونس، عبد الحميد حسن خطره متعب هوبا جوه جول. عماد متعب انتظر طويلا كي يلقي. ادي لعبه اماميه للنادي الاهلي وبتعدي وجول يا خبر ابيض. جول اسامه. الاهلي ضغط اهو بكل خطوطه، تلعب على الارض خاطره متعب لو اتعدل تتحط فرصه. شوقي مره ثانيه هوبا ابو تريكه، محمد ابو تريكه، زيدان العرب، امير الطرب محمد ابو تريكه. شوف لكن عماد متعب على طول على الارض. وادي شوقي الباصه بقى هنا ابو تريكه بالعرضيه بتقدم رامي عادل فلافيو ومصطفى كمال يتالق تاني. فلافيو يا ولد يعود فلافيو من جديد، يعود فلافيو بتاع زمان بتاع 2007 يا جماعه. هنخليه 2007 احلى مما يكون. هدف قلبي طبعا هدف هاني من مصطفى كمال. الاهلي فلافيو النهارده بيرجع لهذا اللقاء الدفاعيه ويسجل. انما جمله تكتيكيه للنادي الاهلي، في خطوره، في شراسه على مرمى ماسنجا. محمد بركات العرضيه مره ثانيه، فلافيو هو الاول يا فلافيو غاب فلافيو واعلن عنها. ثالثه من الوقت المحتسب بدل الضائع وخبره الفريق البطل اللي بياخد البطوله. ثالث اهداف فلافيو هذا الموسم. ادي الكوره مره ثانيه
وفي الزاويه الضيقه فين؟ من خرم ابره في الزاويه الضيقه لماسنجا حارس غزل المحله. يمين احمد صديق نشط الجنب اليمين، دخل احمد فتحي تاني في قلب الملعب كمدافع وسط. عمل تمرير جميل لمين؟ لاحمد شديد قناوي. احمد شديد وهو والتاني والتاني والتاني، هو اسامه حسني بتسديدات نداني. اصاباتك وانت رديت باهدافك يا اسامه. لعيب لعيب لعيب، طار على طريقه الكبار وحطها جوه. والتاني اهلاوي، فكرنا بكره النجم الساحلي لكن كانت من ناحيه. لكن هو تغيير اساسا عشان العب باثنين راس حربه في ظل الكثافه الدفاعيه اللي موجوده لفريق غزل المحله. اما نزل بعد كده عايز اعيد الفرحه. شوف الفرحه بتاعت لعيبه النادي الاهلي طبعا بهذا الهدف. ليه معاني، لا ليه معاني. تحضير احمد حسن ولا ابو تريكه، وادي هنا المحاوله الاهلاويه وحسين ياسر محمدي بكره عرضيه. النادي الاهلي كبير كبير كبير، هو الصقر المصري الاهلاوي، هو الله عليه. يا سلام يا حسين يا حامل الجنسيتين بالمقاس بالمسطره. احمد حسن على طريقه الكبار، بمهاره الهدافين، بروعه اصحاب الرؤوس المهاريه جدا. احمد حسن كان الافضل، احمد حسن كان الاحلى، ولكن الاروع تم. لا لو التاني شهاب وتسديده والهدف. يخرب عليك يا راجل، ده انت ذبحت الدنيا كلها يا راجل، ده انت جزار يا راجل، ده انت دبيح يا راجل. الله 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 الله، يخرب عليك من الصبح يا شهاب. راجل يا ابني، قلب اسد يا ابني، رجل مدفع يا ابني. الله 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 الله، يا دبيح يا دبوح يا دباح. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ايه الطعامه دي يا شهاب، ايه الجمال والعظمه. ورمي التمس جilberto مره ثانيه. سيد معوض العرضيه الاستلام، هوبا جوه الجول. الماضي من ينسى هدفك في مرمى المنتخب الكاميروني في غانا 2008، ومن ينسى هدفك النهارده في مرمى ديناموس الزيمبابوي في الدقيقه الرابعه مشاهدينا من الوقت المحتسب بدل الضايع من نهايه احداث الشوط الثاني والمباراه. ايوه والحاله المزاجيه مفيش كلام مأثره على احداث هذا اللقاء. ودي تسديده حلوه وجول، تسديده حلوه وجول، جول لاحمد السويس بهدف الصقر المصري احمد حسن. الجمله الوحيده والتمريره الوحيده والتسديده الوحيده اللي في اللقاء بشكل جيد ويعني دار عليها همسات كثيرة في المدرجات. وادي فرصة وجول، فرصة وجول. وائل جمعة في هذه اللحظات. وائل جمعة، شوف حضراتكم الإعادة، شوف الإعادة، ادي الإعادة اهو. أحمد حسن دفعة واضحة، لكن وائل جمعة يحسن التصرف مع الكرة، ينتظرها تأتي للاعب يستحق الحقيقة أن يكون يعني في هذه المكانة، لأن لاعب ملتزم. لاعب تغييراته بقى أفضل كتير قوي من الشوط الأول. وتتلعب الكرة العرضية، يا سلام يا بركات. لسه بقول لحضراتكم النادي الاهلي لما عمل تغييرات بقى افضل كتير قوي من الشوط الجلد. ادي احمد فتحي، وادي بقى الخبره هنا اهوت. ولو كانت مع فرانسيس مسالي ما كانتش جت الصراحه يعني. انما بركات في الوقت البدل الضاع دي الخبره، وده النجم، وده كل حاجه. جنبين شغالين كويس قوي. بص جده راحوا معاه ثلاثه النادي الاهلي. الناس بقى بتوع الاهلي اللي مش في بالك صاب متوتره، تفتح كوره لشكري عاوز يعدي ويلعب كوره، جول. جول وهدف في دقايق يزود. ادي شكري اهو، خد الراجل
وطلع بيه ويلعبها، وحلوه حلوه حلوه لا تصد ولا ترد، وكأن ربنا عاوز يكرم الجماهير اللي قدام الشاشه دي، وعاوز يكرم الجماهير اللي في الملعب. احمد علي منعم ما جاتلوش ولا كوره غير ضربه الجزاء، والنادي الاهلي على طول وهدف وهدف التعادل. بس هدف ادي شبانه يحط هدف التعادل، شبانه يحط هدف التعادل في الدقيقه الرابعه من الوقت بدل الضائع. يعني التعادل ما يفتش، انما اهو نقطه احسن من ما فيش، ولعبها حلوه قوي شبانه. لسه كنت بقول ان مستر جزيرة عمل تغييرات كويسه، والنادي فريقه خسر كرة العرضية، ومع ذلك الأهلي قادر على العودة، قادر على العودة ويعود. نعم يعود. إذا الأهلي يعود بالانتصار، يعود بعزيمة الرجال، يعود التعادل 2-2. إنها عزيمة الرجال، إنها همة المحاربين، إنها مهارة الموهوبين، مهما كانت أخطاء تبديلات المدربين. الأهلي يعود، وأحمد السيد اللقطة الأخيرة يعيد النادي الأهلي إلى نقطة التعادل بالإصرار والعزيمة والتحدي. الأهلي يعود رافعا شعار للنهاية ما في حد أدي، وأحمد السيد يبرهن على تقدمه وتفوقه في لعبة أخيرة ولقطة أخيرة. ضربة جزاء للنادي الأهلي. والله زمان والله زمان محمد أبو تريكة يحط هدف التعادل من زمن المباراة في الدقيقة 43 تقريبا من الشوط الثاني. يتعادل النادي الاهلي 2-2 بضربه جزاء يحطها ابو تريكه. على فكره عاوز اقول لكم حاجه، ابو تريكه كان في بدايه الموسم ما كانش يقدر يحط رجله جامد كده، ده كده بنقول له عوده حميده. دي اللقطه، شوف الاعاده ادي امامنا عبد الله السعيد، لمسه حلوه قوي يعملها امامنا، وجده اخر نفسه جميله ويلعبها بباطن قدمه لياتي هدف الانتصار للاهلي في الدقيقه الثانيه عن طريق محمد ناجي جده، اللي فكرنا باهدافه في افريقيا، الخمس اهداف في افريقيا 2010 في نيجيريا وموزمبيق والكاميرون والجزائر وغانا، دايما على موعد مع الاهداف التاريخيه. هنا امامنا يسجل، لكن عبد الله السعيد حلوه قوي، عبد الله السعيد الى سيد معوض تبوح المباراة بكامل أسرارها في الشوط الثاني. بيلعب 10 لاعبين، محاولة انطلاقة بركات، جول ثاني يفعلها بركات مالك الحركات الثاني مع الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل المضاع. أدي عرضية بركات، وجده كان وحيدا بين ثلاثي الدفاع البترولي ومحمد عبد المنصف، اكتفى بالمشاهدة وبالفرجة لمتابعة رأسية جميلة من اللاعب جده تعانق الشباك. هدف أكثر من رائع، ارتقاء. ده هدف ابو تريكة هو طبعا في احنا كنا عايزين نحط الجون ده، كان هو المقصود بدل البنالتي الحقيقه جه غلط، معلش. اوكي، ناخد من هنا عماد عابدين، قلنا خلاص. كارم الكرداوي، جماهير يا شلبي فين ولا كلام الليل؟ مليون المية هيبقى مع بداية الدور الثاني في مارس إن شاء الله بإذن الله. حسين عويمر هدف تريزيجيه. عادل التيح هدف أحمد شكري في الأهلي رغم إني أهلاوي. واحد اسمه ندمت علشان حبيتك، طبعا تريزيجيه في سموحة أكيد. عندي يا جماعة كتير جدا. كندر شو هدف الجونة. النهارده صعب تعويض الهدف اللي هيجي، وهجمه للنادي الاهلي ورامي يلعبها على طول، ياخدها مره ثانيه، هدف. يا سلام يا رامي، يا سلام يا رامي. لسه بقول لكم الهدف يمشي رامي ويلعبها رامي وياخدها من سيد حمدي، هات وخد اللي هيصلحها. الله الله الله، حته من بتوع الخطيب اللي ما يهنيش المدافع عليها. بص حضراتكم، واحده والثانيه هوب وهوب، وهدف لا يصد ولا يرد. دقيقة في المباراة، المنيا قدراته في السيطرة على الكرات المرتدة، ودي واحدة حلوة يا ولد يا ولد، حلوة تاني، وادي العرضية وجول. جول ولا ايه؟ مش ممكن. جول فعلا تاني. بصوا كورة عمرو جمال اهو، بيحط الكورة عمرو جمال، نشوف دخلت المرمى. الماس واللمسة الرأسية، وادي المتابعة، يلا التسديدة، جول ويكسر عقدة الكونفدرالية. بص شوف القدرات، بص شوف الطموح، قلنا نقدر وبالفعل نقدر. يا سلام يا رؤوف، يا سلام يا رؤوف. اللي احتسبهم امين عمر
حكم هذا اللقاء. استلام على طول من حسين داخل منطقة الجزاء، فعلها رمضان صبحي ينطف عشان يحمل كل الأماني الجميلة وكل الأمنيات الجميلة من جانب جماهير النادي الأهلي. يا سلام يا رمضان، عرضية جميلة من حسين وطيرة في الهواء ممتازة من رمضان، وهدف إيه؟ حلاوة إيه؟